ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. رجعنا لكم تاني في سلسلة Learn English by Idioms. متنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب كده لو انت جديد، وتكتب لي كومنت حلو كده زيك تقول لي فيه ايه اكتر idiom عجبك. فمن غير ما اطول لكم يلا بينا. First idiom، الايديوم الاول يعني throw in the towel. معناها ايه يعني؟ to give up او انه يستسلم او يعلن الهزيمة بتاعته. فمثلا عندي مثالين ليه. After failing the exam 3 times he finally threw in the towel. يعني بيقول لك هنا بعد ما هو فشل في انه ينجح في الامتحان ده لمدة 3 مرات، هو في الآخر أعلن استسلامه أو هزيمته. طيب example 2، don't throw in the towel just yet, you still have a chance. بيقول لك يعني ما تعلنش استسلامك دلوقتي أو ما تعلنش هزيمتك دلوقتي، انت لسه ليك فرصة. طيب second idiom، catch 40 wings. catch 40 wings معناها يعني انك تاخد قيلولة، بس هي القيلولة دي حاجة صغيرة، او catch 40 wings دي حاجة اصغر من القيلولة كده. انك تاخد غفوة كده، قيلولة صغيرة اوي. طيب اول example معنا هو he caught 40 wings during his lunch break. يعني في استراحة الغداء بتاعته هو خد غفوة كده، بيفوق كده بس من النومة دي. Example 2، you look tired, maybe you should catch 40 winks before dinner. بيقول لك هنا انت شكلك تعبان، انت الاحسن يعني انك تنام غفوة كده او قيلولة صغيرة كده قبل العشاء. تمام، ده كده اول 2 idioms معانا. ثالث idiom وهو third idiom اللي هو burn the midnight oil. اللي هو يعني انك تفضل سهران بتعمل في حاجة لحد وقت متأخر جدا عشان عايز تخلص حاجة معينة. فمثلا he burned the midnight oil to finish his project. يعني هو فضل سهران الليل كله عشان يخلص المشروع بتاعه. example تاني، if you want to succeed you must burn the midnight oil sometimes. يعني انت لو عايز تنجح في حياتك ساعات هتكون لازم يعني انك ايه تفضل سهران الليالي. تمام. طيب fourth idiom، الايديوم الرابع cost an arm and a leg. cost an arm and a leg معناها يعني مكلف جدا، شيء مكلف قوي. زي ما بنقول عندنا هنا بكلية، حاجة بكلية، زي ما الناس ساعات بتروح تشيل الكلية او تتبرع بالكلى عشان تاخد فلوس عشان تروح تجيب الايفون. فمثلا اول example معانا that luxury car cost him an arm and a leg. العربية الجميلة قوي دي زي مثلا رويلز رويس، اي حاجة من الحاجات دي كلفته كتير جدا. تاني example I'd love to buy that watch but it costs an arm and a leg. بيقول لك هنا ان هو حب يعني يشتري له الساعة دي، لكن هي الصراحة كانت هتكلفه دراع ورجل، او كانت هتكلفه فلوس كتير قوي. طيب خامس ايديا معانا هو the ball is in your court. معناها ايه؟ ان القرار او الخطوة يعني في ايدك، ومعناها بالعامي او بالبلدي كده الكرة في ملعبك. فمثلا I've done my part, now the ball is in your court. انت هنا بتقول انا خلصت الجزء بتاعي، دلوقتي الكرة في ملعبك، يعني انت هتكمل الباقي يا باشا. طيب تاني example the teacher gave him another chance, now the ball is in his court. المدرسة ادت له فرصة تانية، دلوقتي كده الكرة في ملعبه، هو بقى يا اما ياخد قرار صح وينجح يا اما مش ينجح. طيب كده عرفنا خامس ايديوم. السادس ايديوم اللي هو sixth idiom under the weather. بنقولها امتى بدي under the weather؟ لما بنبقى حاسين ان احنا تعبانين او بنمرض. فمثلا I couldn't go to work today because I felt under the weather. انا ما قدرتش اروح الشغل النهارده بسبب اني حسيت ان انا تعبان او مريض. تاني example she looks a little under the weather. Maybe she has the flu. maybe she has the flu. بيقول لك هنا ان هي كان شكلها تعبان شوية، يمكن هي عندها برد، سخونية، اي مرض يعني. طيب سابع ايديا معانا هو face the music. face the music معناها يعني ان هو يواجه العواقب او يتحمل نتيجة خطأه او اي نتيجة عموما.
فالمثال الأول مثلا after cheating in the exam he had to face the music when the teacher found out. يعني بعد ما غش في الامتحان اضطر ان هو يواجه العواقب بعد ما المدرس عرف ان هو غش. طيب example 2 she knew she was late so she faced the music and apologized. هي كانت عارفة ان هي فعلا اتأخرت فبالتالي هي واجهت العواقب اللي هي قابلتها وكمان اعتذرت. طيب تامن idiom معانا let the cat out of the bag. let the cat out of the bag معناها يعني انك تفضح حد او سر او تكشف على شيء غلط او موقف حصل غلط. فمثلا he let the cat out of the bag about the surprise party. he let the cat out of the bag about the surprise party. هو يعني ايه كشف عن الحفل السرية او الحفل المفاجأة يعني اللي هم كانوا يعملوها. طيب example 2 don't let the cat out of the bag it's supposed to be a secret. don't let the cat out of the bag it's supposed to be a secret. بيقول لك ما تطلعش يعني السر المفروض ده يبقى سر بينا او ما تقولش لحد يعني فاهم. طيب تاسع ايدي معانا وهو jump on the bandwagon. jump on the bandwagon معناها ايه ان هو يعني ينضم للاتجاه السائد للقطيع او الموضة الشائعة الحاجات اللي هي المنتشرة. هو يعني ايه بيتبع الناس دي. example مثلا many companies are jumping on the bandwagon of AI technology. many companies are jumping on the bandwagon of AI technology. تمام. هنا بيقول لك يعني ان الشركات كلها بدأت تتجه في نفس الاتجاه او في الاتجاه المعروف السائد يعني في التكنولوجيا اللي هو ال AI. She doesn't like football but jumped on the bandwagon during the World Cup. She doesn't like football but jumped on the bandwagon during the World Cup. بيقول لك هنا يعني ان هي مش بتحب الفوتبول مش بتحب الكورة لكن هي اضطرت تتجه في الاتجاه ده او تنضم للموضة الشائعة واللي هي الكورة يعني خلال يعني كأس العالم. طيب آخر ايدي معانا في الفيديو النهاردة وهو cry over spilt milk. cry over spilt milk انك تندم على شيء اصلا خلاص مش هينفع يتصلح. الشيء ده خلاص راح فانت بتعيط عليه. cry over spilt milk. فمثلا yes you lost the game but don't cry over spilt milk. يعني بيقول لك خلاص انت خسرت اللعبة او خسرت الماتش او خسرت ايا كان فيعني مش لازم انك تعيط على الشيء ده. example 2 it's no use crying over spilt milk just try again next time. بيقول لك يعني ملهاش لازمة خالص انك تعيط دلوقتي او تندم على حاجة هي مش هتتصلح او مش هترجع. انت ممكن تجرب المرة الجاية وممكن تنجح. بس كده يا شباب دول كانوا 10 idioms وفي السريع كده عشان ما اكونش يعني خدت منكم وقت كبير. ما تنساش طبعا تصلي على النبي كده وانت قاعد كده وتعمل لايك كده واشتراك ادعمني كده عشان اكمل تنزيل فيديوهات وباذن الله يعني عمرنا ما هنيأس منكم وهنفضل بنعلمكم لغاية ما نموت بقى ان شاء الله يعني. اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.